طلاب الغاليين طلاب ثالثه اعدادي، ورجعنا ان شاء الله الحلقه الثانيه من يونت 2. النهارده ان شاء الله هنبدا الحلقه الثانيه في منهج اللغه الانجليزيه ثالثه اعدادي. هنبدا النهارده يونت 2 زي ما اتفقنا، احنا لسه مستمرين في البلان بتاعتنا، فيلا بينا يلا بينا. النهارده هنتكلم في يونت 2 اللي هو اسم اليونت الاول. هناخد اهم الفوكاب اللي موجوده في اليونت. رقم 2 هناخد الجرامر بتاع اليونت. هناخد لانجويج نوتس، اهم الملاحظات اللغويه الخاصه بكل يونت. اتفقنا؟ طيب يلا بينا على الشرح. يونت 2 عنوانها بيقول لي let's go shopping، هيا بنا نتسوق. طيب ايه الاهداف بتاعت اليونت ديت؟ زي ما احنا اتفقنا، اول حاجه ان انا هتكلم عن الثينجز in the home اللي موجوده في البيت بتاعي، ازاي buying something in a shop، ازاي asking about shopping habits، وازاي ان انا describe a problem with technology، ازاي ان انا ابدا اوصف اي مشكله خاصه بالتكنولوجيا، لان معظم المكونات او معظم الكيتشن اكويبمنت بتاعتي دي كلها بتستخدم التكنولوجي في المطابخ الحديثه. and how to make a complaint، ازاي ان انا ابدا اكون او اقدم شكوى. طيب بعد كده نصوص الريدنج بتتكلم عن an online support message، اللي هو ازاي تعمل اعلان لهاند كرافتس، اللي هو صناعه او حرفه يدويه، او ازاي ان انا ابدا اعمل اونلاين ريفيو. طيب مهاره الرايتنج، مهاره الكتابه، بتتكلم عن الايميلز asking for and giving information about handcrafts online review. طيب الليسننج بتتكلم عن الراديو ادفيرت، اعلان عن طريق الراديو. طب اللانجوج بتاعتي، القواعد اللغويه بتاعتي، هاخد الكومباريتيفز اند سوبرلاتيفز اللي هو مراجعه عليها الاول، يعني هاخدها ان جنرال بصفه عامه، وبعدين هاخد both مساعد تاني and either or neither nor. طيب يلا بينا. هنبدأ النهارده في الدرس الأولاني الخاص بالأونلاين شوبينج. بيقول لي نمبر 1 كوفي ماشين أو الكوفي ميكر اللي هي ماكينة صنع القهوة، كيتل اللي هي الغلاية، وخلي بالك إن أنا عندي الكاتل اللي هي الهيتر اللي احنا بنقول عليه الهيتر. خلاص اتفقنا؟ أوكي؟ طيب بعد كده الميكروويف اللي هو الميكروويف، التوستر اللي هو محمصة الخبز، advert يعني إعلان. سبيشال اوفر اللي هو عرض خاص او عرض مميز، هي اسمها سبيشال وليست سبيشال. انا عندي في ملحوظه لغويه بتقول لي ان لما يكون عندي السي اي اي، او بمعنى اصح السي لو جه بعدها تو فاولز بتتنطق الشاه، دي ببساطه بتتنطق شاه. طيب بعد كده جلازري اللي هو القاموس، مجازين المجله، بوستر اللي هو البوستر، وبعدين الويب سايت اللي هو موقع على الانترنت. طيب تعالى بقى ما ناخد بقيه الكلمات. ديسكاونت اللي هو تخفيض، ديل صفقه او اتفاق، سبيكر اللي هي سماعه، سمارت اي شيء شغال بمعنى ذكي مع اي اداه، شوب اللي هو يتسوق، سيل اللي هو تخفيض او اوكازيون، اوفن اللي هو الفرن، بويل معناه بيغلي، كواليتي اللي هي الجوده، نورمالي شيء طبيعيا بطريقه طبيعيه، سيتي سنتر شوب اللي هي متجر في وسط البلد، ليزر اندستري صناعات الجلود، كاستمر اللي هو الزبون، شوب اسيستنت عامل في قلب المحل او موظف في محل. طيب السوق اسمه ماركت. طب خدمه التوصيل بنستخدمها على طول الكلمه دي ديليفري، مجاني فري، عنصر ايتم، مفيد يسفل، سعر او ثمن برايس، ثلاجه فريج. طيب بتساوي بالامريكان ريفريجريتور، وفي فرق ما بين كلمه فريج وكلمه فريزر. طب ادفرتايز دي الفيرب بتاعها بيعمل اعلان، فريش طازه، شوبينج سنتر مركز تسوق او شوبينج مول، سيرفي اللي هو استبيان، كولوم عمود. طيب بص في ملاحظه لغويه رقم 2، بيقول لي ان الام لو فولود باي الان هما مخرج صوتي واحد، فبالتالي الان عندي هتبقى سايلنت وانطق الام بس. مشهوره جدا في كلمه اوتم، نفس كلمه اوتم الان سايلنت. عمود برضو كولوم مش كولمن، عمود كولوم الان هنا سايلنت، فخلي بالك جدا من الملاحظات اللغويه اللي موجوده عندي. نرجع تاني، نيكلس اللي هو عقد. طيب هي كلمه نيكلس دي بتتكون من نصين اتنين، نك اللي هي رقبه اهو، وليس اللي هو رباط او حزام، الاتنين مع بعض عملوا لي نيو وورد اسمه نيكلس اللي هو العقده او القلاده اللي بتتحط حوالين الرقبه، جايه من اسمها يعني.
طب بعد كده في جدول او ترابيزه اسمها تيبل. اوكي طيب نرجع تاني. تصريفات الافعال باي بوت بوت. في ملحوظه لغويه بتقول لي ايه؟ ان الاي يو جي اتش او الاو يو جي اتش بتتنطق او، اهي بتتنطق او. فبالتالي لما اجي اقول بوت او بوت زي ما احنا قلنا، سيل معناه يبيع، sold sold اللي هو الباست والباست بارتيسيبل، give gave given، till يخبر، الباست told والباست بارتيسيبل برضه اسمه told. اوكي طيب ياتي come came come، speak spoke spoken، understand understood understood. طب يكلف cost cost cost. طيب تعالى بقى للديفينيشنز، التعريفات بتاعتي. what does it mean كلمة coffee machine علشان بتيجي عندي في السؤال الاختياري. you can make a hot drink with this. طيب kettle it's something you can boil water with this. okay a special offer something is a good price or with a good price or free to encourage people to buy it. يبقى هم بيعملوا عروض معينة، بيعملوا عروض مميزة، زي احنا مثلا في شهر نوفمبر دلوقتي، في شهر نوفمبر فتلاقي امازون، تلاقي دوميا، تلاقي نون عامله سبيشال اوفر، عامله عروض خاصه لبعض المنتجات. ديسكاونت خصم، a price that is less than usual. خلي بالك جدا من الكلمه دي لان احنا هنتكلم ما بينها وما بين كلمات ثانيه. طيب ديل اللي هو يعقد صفقه او صفقه a good or cheap price، يبقى with a good or cheap price. طب سيل تخفيض، التايم خلي بالك يبقى هناخد بعد كده what is the difference between discount and sale. اوكي بس هو ده مقصود بيه الفتره، التايم. when a shop sells things at a cheaper price than usual. اوكي speaker اللي هي السماعه، equipment that you connect to or is a part of a phone radio etc. طيب تعالى نشوف الاكسبريشنز، التعبيرات بتاعتي. يبدا ب start with، يبقى start بتاخد with. طيب فعرض خاص او مميز، وخلي بالك جدا دي يعني معروضه في عرض عليها، هتبقى on a special offer. طيب صفقه اليوم deal of the day، ادخل كده على امازون هتلاقي نفس الكلمه دي او على نون. things or the usual price اللي هي اشياء بالسعر العادي بتاعها at the best price، يبقى هنا the best price هتاخد ايه؟ اوكي things for the house اشياء خاصه بالمنزل. طب wait for deals or discounts يعني هو مستني ينزل عرض او ينزل تخفيضات. طيب ask about بيسال عن the difference between، وبعدين اجيب النص الثاني and اللي هو الاختلاف ما بين كذا وكذا. طب advertise from، ask for information بيطلب معلومات. what type of ما نوع. give information بيمد بالمعلومات او بيزود معلومات. play music بيعزف الموسيقى. play sport بيلعب رياضه. get the bus اللي هو بيستقل او بيلحق الاتوبيس. get the train اللي هو بيركب القطر. اوكي طيب choose to plus الانفينيتيف، يبقى choose دي ممكن بيجي بعدها to زائد الفعل فين؟ في المصدر. طيب deal or discount on، look for يبحث عن، يخبر عنها تبقى tell about. طيب ينفق اموالا كثيرا على spend much money on، يتسوق عبر الانترنت shop online. طيب on the Mediterranean Sea في البحر المتوسط. طب watch films from the internet بيتفرج على الافلام من الانترنت او من الانترنت. have a discount عنده خصم او له تخفيض، المنتج ده البرودكت الموجود عندي ده اهو عليه خصم او تخفيض. have money معاه فلوس. have much homework، طب اللي هي homework خدت much بمعنى كثير، لان الهوم ورك دوت uncountable noun هو اسم لا يعد. اوكي فبالتالي بياخد much ممنوع ياخد ميني. offer a deal اللي هو بيعرض صفقه. spend money بينفق فلوس، وممكن spend money on ويجي بعدها something اللي انا بسأل او بقول عليه. طيب نرجع تاني. get a drink get a boost. طيب في ملحوظه هنا خاصه بالverb drink. ايه هي الملحوظه؟ بيقول لي ان drink ديت يمكن انها تستخدم كفيرب، وكلنا عارفين الكلام ده بمعنى يشرب. طب ممكن تستخدم noun بمعنى drink ده المفرد بتاعها اللي هو مشروب. طيب مشروبات اسمها drinks اهي. طيب مشروبات دي اسم مفردها جمعها drinks. في كلمه بقى اسمها beverage اللي هي مشروبات برضو. beverage
بس هي اسم لا يعد، يعني ولا له مفرد ولا له جمع. طيب السينونيم والانتونيم بتاعي بيقول لي ايه؟ sell معناها يبيع اهي، equal to exchange يتبادل، او trade اللي هو يتاجر، عكسها buy اللي هو يشتري. طيب cheap رخيص بتساوي inexpensive، عكسها expensive، او زي ما احنا قلنا قبل كده ان expensive بتساوي كلمة costly مكلف. don't forget، اوعى تنسى الكلمة دي. again free مجاني، unpaid بدون فلوس without money. اوكي paid ده مدفوع. طب ask بيسأل، inquire يستفسر، reply ردا على او answer يجيب. طيب special خاص او مميز، important شيء مهم، particular عكسهم usual او common. نرجع تاني للsuffix والprefix، واحنا برضو قلنا ما تنساش suffix يعني نهاية لاحقة، وهي مجموعة من الحروف بتتحط للكلمة علشان تغير معنى الكلمة ونوع الكلمة كمان. انما البريفكس دي بادئة بتتحط قبل الكلمة. طيب تعالى نشوف بقى، انا عندي ايه السافكس فول. ايه معناها؟ فول دي بتحول لي الفعل الى صفة. فور اكزامبل يوز بيستخدم يبقى يوزفول، واحيانا فول دي بعكسها بيبقى ليس اهو. يعني ممكن علشان احول يوزفول دي لعكسها هتبقى يوزلس اهو، يوزلس. كلام جميل. طيب الاي ار بتجيب لي اسم الفاعل من الفاعل، يعني سبيك يتحدث، سبيكر سماعه، درايف بيسوق، درايفر سواق. طب المايكرو بقى اهو، مايكرو، خلي بالك بقى من الحته الفنيه اللي جايه. تخيل ان في كلمه لاتيني اسمها ماكرو، تخيل ان دي عكسها ايه؟ عكسها ايه بقى؟ ماكرو. ماكرو اهو، يبقى في مايكرو وفي ماكرو. دي معناها tiny ضئيل، او very small صغير جدا. طب لما يجي يقول لي ماكرو خلاص دي معناها large او very big اهو. وعلى فكره كلمه ماكرو دي احنا بنستخدمها بصفه يوميه، بس بنستخدمها بقى باللغه الايه؟ العربيه. ما تيجي نركب الميكروباص، هي اصلا اسمها مايكروباص. يعني ايه؟ لان هي بتتكون من كلمتين. شوف، باص اللي هو اتوبيس اهو، حاجه كبيره. طب حبيت اصغر واقول الاتوبيس الصغير، في ناس بتقول عليه ميني باص، بس احنا اتعودنا ان احنا نقول عليه الميكروباص او الميكروباص يعني بالعربي، فاحنا بنقول عليه المايكرو اهو، الميكروباص. يعني بمعنى اصح اكني بقول اتوبيس صغير. يبقى اكتب عندك بقى في كراستك وقلمك كده، واكتب ان انا عندي اهو، اكتب كده انا عندي مايكرو دي ايكوال تايني ضئيل، عكسها ماكرو كلمه جديده اهو، فخلي بالك جدا من دي. طيب هي موجوده بقى عندي فين السنه دي في المنهج بتاعي؟ مايكروويف، موجوده في الميكروسكوب. بعد كده هناخدها. اي حاجه حبيت تبين ان الحاجه دي صغيره بتحط لك كلمه مايكرو. يبقى اذا مايكرو دي بريفكس، هي بادئه معناها صغير او ضئيل. طيب ده هي اولا بتجيب لي عكس الصفه، يعني ودايما بتبقى مع اي حاجه بادئه بالار. يعني اي حاجه بادئه بالار علشان تجيب عكسها حط لها ار، فهيبقى عندي regular هتبقى regular. طيب هنا خلي بالك هناخد المحادثه دي مهمه جدا. بيقول لي دي محادثه بتوين، اولا موجوده في الشغل، هي موجوده في المحل، هي بتتكلم عن الشغل اتصل. طب هي موجوده ما بين مين؟ الطرف الاول الشوب اسيستنت اللي هو البياع اللي في المحل، الطرف الثاني الكاستمر. شوف بقى لما الشوب اسيستنت شاف الكاستمر قال له ايه؟ هالو سير كان اي هيلب يو، يبقى دي اذا عرض المساعده. خلي بالك من الاسلوب ده. طب لو كان قال له يبقى الرد عليها هتبقى يس بليز، نعم من فضلك. اوكي. طب لو هو قال له هاو كان اي هيلب يو، هو بتختلف طبعا بتختلف. هنا هاو ام asking about the way، هنا بسأل على الطريقه او الوسيله ازاي اقدر اساعدك، انما هنا بيعرض عليه المساعده. طب خلي بالك في اسلوب تاني بقى طلب المساعده، بيقول لي ايه؟ can you help me
اهو، ولازما ادام ادي طلب انهيه بكلمه بليز. خلي بالك جدا من الاساليب دي. طب شوف انا اسلوب من الثلاثه اللي هو شوف السيستم بيقول عليه، بيقول له كان اي هيلب يو. انما الاسلوب ده لو انا ككاستمر كزبون او كلاينت عميل وعايز المساعده. طيب قال له يس بليز I'm looking for، انا ببحث عن a new TV for my living room، عايز اجيب تلفزيون جديد احطه في الليفنج روم بتاعتي. فرد عليه الشوب اسيستنت، هيدي له اوبشنز بقى، هيدي له عروض. قال له اوكي نو بروبلم يور لاكي، ده انت محظوظ ابن محظوظه. ليه بقى؟ We have lots of deals، احنا عندنا العديد من الصفقات at the moment في اللحظه دي. For example على سبيل المثال pause off. ادام قال لك pause off تعرف ان هم على طول مثنى، يبقى هم كام تلفزيون؟ هيبقى هنا 2. طب ليه 2؟ لان احنا استخدمنا pause هنتكلم عليه. طيب اولا قال له of this TV have، طب انا جبت have لان انا عندي هنا pause. طيب الكاستمر رد عليه قال له great are there smart TVs؟ هل موجود في سمارت تي في؟ قال له الشوب اسيستنت رد عليه قال له ايه؟ خلي بالك السؤال بمعنى هل. فرد عليه قال له ايه؟ قال له no sorry neither of these is smart. خلي بالك قال لي neither of these is، خلي بالك جدا من التركيبه دي هنتكلم عليها دلوقتي. is smart يعني ولا واحد من دولت هو سمارت تي في. but this one over here is and that is also on special offer. طيب تفكير بيفكر that one is a bit smaller than what I want، بس ده اصغر من اللي انا عايزه، يبقى ده على طول صيغه ايه؟ صيغه مقارنه. طيب I want quite a big one، اللي انا عايز واحد اكبر بشويه. how much is this bigger one؟ يبقى هنا I'm asking about the price. how much is؟ رد عليه الشوب اسيستنت قال له oh yes that's a great TV، ده a great TV that's new in the shop this week so it doesn't have a discount. لا ده لسه نازل جديد بقى، فهو نازل بدون عرض اصلا، حاجه لسه نازله جديد. it is 8,000 pounds، هو ب 8,000 جنيه. that's a bit expensive for me، دي بالنسبه لي غالي. طيب is that your best price؟ هو ده افضل سعر عندك؟ وكانه عايز يفاصل يعني هو دي السعر بالاخر. رد عليه قال له yes sorry but I'm offering a deal today، بس انا بعرض عليك صفقه النهارده. you can get either a free speaker or get a free films deal with that one. يعني لو انت خدت ده ممكن حاجه من اتنين، يا اما تاخد سماعه مجاني يا اما بتاخد مجموعه افلام مجانيه. طيب oh wow that's great because I need a new speaker، بسبب ان انا محتاج سماعه جديده. I think this one will look great in my living room I'll take it، وخلاص هياخدوه. تعال بقى الملاحظات اللغويه. هو ايه معنى كلمه sale؟ sale اهي ايه معناها؟ اولا في sell يبيع، وفي sale اللي هي بتبقى بصيغه الجمع sales اللي هي المبيعات، لما يكون بابا شغال في قسم المبيعات شغال في السيلز. طيب امال ايه معنى كلمه سيل لوحدها؟ معناه اوكازيون او تخفيضات. انت لو انت عديت على اي محلات في فترات مثلا انهم بيخلصوا الموسم الشتوي وداخلين على الصيفي او الصيفي وداخلين على الشتوي، يقول لك سيل بتنكتب كده up to 70%، يعني تخفيضات حتى 70%، بتنكتب هكذا، اللي هي بتساوي الكلمه اللي بالفرنساوي اوكازيون. بتساوي الكلمه اللي بالفرنساوي اوكازيون. بيقول لي there is a big sale now at home store. دلوقتي المحلات فيها تخفيضات. امال ايه معنى كلمه on sale دي؟ معنى كلمه on sale يعني بضاعه معروضه للبيع بسعر طبيعي. smart TVs are on، ودي اللي بتجيلي بقى في الامتحان. انما for sale للبيع، لو انا عندي هاوس، عندي بيت عايز ابيعه بكتب عليه للبيع فور سيل، او ان انا ببيعه بالسعر الطبيعي بدون تخفيضات. يبقى اهم حاجه عندي الكلمه دي لان هي اللي اكتر بتيجي في الامتحان. طيب امال ايه معنى كلمه ديل؟ ديل معناها صفقه،
شراء شيء ما بسعر منخفض، ملوش علاقه بفتره زمنيه ولا له علاقه باي حاجه. في ديل ويز يتعامل مع. طيب احنا كنا قلنا عايز اعرف الفرق ما بين نمبر 1 ديسكاونت اهو، وعايز اعرف الفرق ما بين اون سيل او سيل. يعني ديسكاونت دي معناها ان انا اشتريت مجموعه من الاشياء وخدت تخفيض على الفاتوره. يعني هو الفاتوره حسبها كده، قال لي والله 1000 LE، وبعدين قال لي هنعمل لك ديسكاونت بنسبه 10%. وعلى فكره ديسكاونت مرتبطه دايما بالنسبه المئويه، يعني انت لو لقيت نسبه مئويه كده في الامتحان خد ديسكاونت وانت مطمن. خلي بالك لو انا عندي نسبه مئويه في الامتحان اديها ديسكاونت. طيب امال اون سيل دي خاصه بالموسم، خاصه بالموسم. الموسم الشتوي بيخلص، هندخل في الصيف بقى، فبالتالي الحاجات اللي باقيه من الموسم الشتوي بيعرضوها اون سيل. دي الفرق ايه؟ الفرق ما بينهم علشان ما تلخبطش ايه؟ ما تلخبطش نفسك. طيب تعالى بقى نشوف الجرامر بتاعي بشكل مبسط وبشكل جميل. اول جرامر موجود عندي ان انا بتكلم عن الادجكتيفز، فبعد اذنك صحصح معايا وفوق كده والورق والقلم بتاعتي. بيقول لي انا عندي ايه هي الصفه؟ الصفه هي كلمه بتصف الاسم، دي نمبر 1، بتيجي لا اما قبل الاسم لا اما بعد الفيرب ايه؟ تو بي. طيب الصفات هنتكلم عليها ازاي؟ في نوعين من الصفات، او اقدر اقول عليهم دلوقتي 3 انواع، يعني احنا ممكن نزود كمان نوع. هقول لك النوع الثاني. في صفات قصيره يعني مقطع صوتي واحد، وفي صفات طويله. طيب النوع الثالث من الصفات صفات غير قياسيه، يعني ولا داخله مع القصير ولا بتتحسب مع الطويل. اوكي؟ طيب عايز اعرف جمله فيها صفه زي ايه؟ he loves a beautiful girl. he loves a beautiful ايه؟ girl. طيب she is beautiful، هي جميله. she teaches a clever student. طيب the student is clever. يبقى اذا دي كلها صفات، يعني دي صفه اهي جت قبل الاس، ودي صفه جت بعد الفيرب تو بي، ودي صفه جت قبل الاس، ودي صفه clever جت بعد الفيرب تو بي. طيب تعالى بقى نقول يعني ايه صفه قصيره. صفه قصيره يعني بتتكون من مقطع واحد او بتحتوي على حرف متحرك واحد منطوقي، يعني ممكن يكون حرفين 2 متحركين، خلاص اتفقنا، بس هي بتتحسب انها قصيره لان الحرفين الاثنين بتنطوا حرف واحد. طب صفه طويله فيها اكتر من مقطع او تحتوي على اكتر من حرف متحرك، او كان اصلها حاجه ثانيه باضافه مقطع بقت صفه. يعني مثلا لما اجي اقول كلمه بيوتي اهو، علشان اخليها جميل الشكل هتبقى بيوتيفول، يبقى انا حطيت لها اف يو ال فبقت صفه، هي بقت كده صفه طويله. طيب الصفات بتستخدم ليه؟ تستخدم في وصف الاسم وبيتميزوا عن الباقي، وبتيجي قبل الاسم او بعد الفيرب تو بي. طيب اول حاجه هناخد المقارنه ما بين اسمين في صفه واحده. بعمل ايه؟ والله لو صفه قصيره فانا بقول دايما القصير بيلبس كعب، يعني بجيب الادجكتيف الصفه بتاعتي واحط لها اي ار وبعدين كلمه زي لو صفه قصيره. طب الطويل ده هيروح فين؟ بيمشي حافي على طول. بمعنى اصح لو انا عندي صفه طويله ما بعملهاش اي اضافات، بحط قبلها مور او ليس وبعدين الصفه زي ما هي وبعدين زائد. يعني اذا صفه المقارنه مشتركه ما بين الطويله والقصيره بكلمه الاثنين بياخدوا زان اهو، الاثنين بياخدوا ايه؟ بياخدوا زان. تعالى نشوف اكزامبل زي ايه. The cheetah اللي هو الفهد الصياد is faster than giraffe، هو اسرع من الزرافه. This salad is healthier than pizza. خلي بالك ان كلمه healthy اهي healthy اهو، مع ان فيها حرفين متحركين 2 اللي هو الاي اي، بس هي منطوقه حرف متحرك واحد نطقها مش على عدد الحروف على فكره، خلاص، فبالتالي انا بعتبرها صفه قصيره. طب the river لو صفه طويله this river is more polluted than Amazon، يعني الريفر دهوت اكثر تلوثا منه. طب دي صفه ايه؟ صفه طويله، جبت قبلها more او جبت قبلها less. This book is more expensive than that book. طيب بيقول لي ايه السبيلنج رولز بقى؟
لما باجي اضيف الاي ار لصفه منتهيه بالاي احط لها ار بس. طيب لو صفه منتهيه بحرف ساكن والحرف الساكن ده قبليه متحرك بضاعف الساكن الاول وبعدين اضيف الاي ار. طب لو صفه منتهيه بواي وقبلها ساكن احولها الى اي اي ار. طيب هندخل بقى على التفضيل ما بين واحد ومجموعه. لو صفه قصيره بروح جايب ذا والصفه احط لها الاي اس تي. طب لو صفه طويله احنا قلنا بقى الطويل بيمشي حافي هجيب له ذا موست او ذا ليست وتبقى الصفه زي ما هي. يعني ايه؟ لما يقول لي the cheetah is the fastest animal هي اسرع الحيوانات. This river is the most polluted river هو اكتر الانهار تلوثا. يعني هنا شوف يعني هنا دي بتساوي ايه بقى؟ صفه مقارنه مع no animal. خلي بالك جدا من التركيبه دي. No animal is faster than cheetah. يعني مفيش حيوان اسرع من التشيتا. طب وهنا هتقول برضه نفس النظام تجيب دي no river is more polluted than this river. خلي بالك جدا من التركيبه دي. طيب في بقى النوع الثالث من الصفات صفات غير قياسيه ما بينطبقش على ولا القصير ولا الطويل فعلشان كده بي attention هنا. bad هتبقى worse than the worst. far هتبقى further than أو the farthest. good هتبقى better than أو the best. late later than أو the latest. little less than أو the least. much أو many more than أو the most. اوكي؟ طيب الجزء بقى الأساسي في الجرامر إن أنا هاخد محددات زي كلمة pause نصها التاني and. إزاي أحلها؟ لازم تبقى نقطة جاية لي في الامتحان وإزاي أعرف أحلها في الامتحان. both and معناها كلا من و. يعني أول حاجة أعلم إن both لو فصلت الاسمين عن بعض يبقى هنا فاعل أول وبعدين and وبعدين فاعل تاني. يبقى إذا نقول الأول هي لها كم شكل للكتابة؟ نمبر 1 both فاعل أول وبعدين and وبعدين فاعل تاني. الفعل دائما جمع في كل الأحوال. خلاص؟ وهنا تستخدم للمثنى مقصود بيها تو بس. انا بقول بوست نسمة اند اي يبقى لايك على طول يبقى لايك اهي. طيب الطريقه الثانيه للكتابه ان بوست بتاخد اوف ولو خدت اوف او ما خدتهاش هيجي بعدها اسم جمع والفعل دائما جمع. طيب بقول ايه بقى؟ خلي بالك ان انا بقول both of the sisters are good at math. يبقى اذا لوحدك كده تعرف ان كلمه both ده اهي both لها 3 طرق للكتابه. الطريقة الأول بتفصل فاعل أول وبعدين النص التاني and وبعدين فاعل تاني وبعدين الفعل دائما جمع. الطريقة التانية بيجي بعديها off أو بتجيب الاتنين مع بعض هيبقى ساعتها بجيب اسم جمع وبرضه الفعل دائما جمع الفعل جمع. الطريقة التالتة إن أنا أجيب بعدها ضمير ولازم يكون ضمير مفعول. لازم يكون ضمير إيه؟ مفعول. لازم يكون ضمير مفعول وبعدين هيجي بعديها فعل جمع. اوكي؟ يعني لو جاب لك تصحيح في الامتحان وقال لك خد صحح وقال لك both of they اهو are happy طبعا ما تنفعش الاسلوب ده امال هشيل زي واحط مكانها them. طيب بقول لي في طريقه ثانيه للكتابه ان انا ممكن اجيب الفعل الجمع وبعدين اجيب كلمه بوست وبعدين الفعل برضو جمع وبعدين اكمل الباقي. خلاص؟ وممكن اكتبها بالشكل ده اهو وممكن اكتبها بالشكل ده اهو زي ما انت شايف. طيب تعالى بقى نرجع تاني. طب either نصها الثانيه or اللي هي لا اما دي لا اما دي للاختيار. تستخدم اما او لا تعني ان هذا الشيء او شيء اخر لا اما الحاجه ده اهي لا اما حاجة تانية. الحاجة دي لا إما حاجة إيه؟ لا إما حاجة تانية. أي واحد فقط بس من الاتنين. طيب شكل كتابتها إزاي؟ برضو نفس النظام. هنتكلم على 3 طرق لكتابتها. either بتفصل فاعل أول يبقى نصها التاني or وبعدين فاعل تاني وبعدين دايما الفعل يتبع الفاعل التاني فقط. نقولها تاني للمرة المليون أهو نقولها تاني. either تستخدم للاختيار أو لا إما دي لا إما دي. ساعتها بيجي بعدها فاعل أول
وبعدين اور وبعدين فاعل تاني. طب الفعل شكله عامل ازاي؟ تبع الفاعل التاني القريب منه. طلع مفرد يبقى فعلك مفرد، طلع جمع يبقى فعلك جمع. بيقول لي ايه؟ either علي sisters or علي. انا هحاسب هنا الفعل بتاعي على sisters ولا على علي؟ لا على علي. يبقى هنا علي مفرد، يبقى الفعل بتاعي يكون مفرد. طيب على فكره either لها حاله ثانيه ممكن يجي بعدها اسمه مفرد وبعدين فعلي مفرد. لنا للاختيار. Do you want the new jacket ready on Thursday or Friday؟ يبقى ده المفرد ودي مفرد. Either day is fine for me. أي يوم بالنسبة لي كويس. There are two films and I'm not interested in either a film. طيب شكل either ممكن يجي بعديها ضمير مفعول جمع أو اسم جمع والفعل دائما هيبقى مفرد. زي إيه؟ Either of these shirts is good. Either of them is good. طيب neither nor بتدي هي عكس both على طول. شفت both كلاهما دي ولا واحد منهما ولا ده ولا ده. له كم طريقة للكتابة؟ نقول بس الأول معناه. neither تستخدم بمعنى ولا دي ولا دي لتعني ليس فقط هذا الشيء أو شيء آخر ولا ده ولا ده. أي ولا واحد منهم هما الاثنين. فهي تنفي الاثنين معا ولا يأتي معاها نفي لأنها تعطي النفي بذاتها. لا تدخل على جملة منفية لأنها تعطي النفي وفي الإنجليزي مفيش نفي مع نفي. طيب الطريقة بقى بتاعت الكتابة إن أنا بجيب أهو نمبر 1 إن أنا بجيب neither فصلت فاعل أول عن فاعل تاني باستخدام نور يبقى neither نصها التاني نور وبعدين برضو الفعل يتبع الفعل التاني فقط. neither علي نور his parents. parents هنا مفرد ولا جمع؟ لا ده هنا جمع يبقى فعل are. طب لو بدلت وجبت علي هنا يبقى هتاخد is. طيب neither ممكن يجي بعدها اسم مفرد وبرضه فعلها دائما مفرد. neither parent knows about the accident. طيب neither الطريقة الثالثة والأخيرة ممكن يجي بعديها ضمير مفعول جمع أو اسم جمع وفعلها دائما مفرد. طيب هي إمتى؟ either ده هي تتساوى مع neither فقط في حالة النفي. يعني either لو جت في جملة منفية بتساوي كلمة neither. طيب بيقول لي I have neither time nor money. يعني أنا ولا عندي وقت ولا عندي فلوس. هي نفس النظام لما تقول I don't have ما ينفعش أجيب neither ولا أجيب either time or money. طيب آخر حاجة اسمها none of أو حاجة اسمها all. يبقى دي حاجة ودي حاجة، دي للنفي ودي للإثبات. none of بيجي بعدها كمية لا تعد وبعدين فعل مفرد. none of بيجي بعدها ضمير مفعول جمع أو اسم جمع برضو فعل دائما مفرد. all of اسمها جمع فعلها جمع. طيب لو all of جه بعدها كمية لا تعد ودي مهمة جدا يبقى فعلها مفرد. تعالى بقى ما نشرحها هنا على الوايت بورد علشان تبقى فاهم الموضوع. نمبر 1 هنشرحها بكل بساطة من النهارده مش هتتلخبط فيها. خلاص بس معاك الورق والقلم وتكون مصحصح معايا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي نمبر 1 بوث اهي بسرعة اهي. لها كم طريقة للكتابة؟ نعدهم مع بعض. نمبر 1 ان انا بكتبها بوث وبعدين فاعل اول وبعدين and وبعدين فاعل تاني. دائما فعلها جمع، دايما فعلها جمع. اوكي؟ طب الطريقة التانية ان انا بوث اهو هي ممكن تاخد اوف وممكن ما تاخدهاش عادي. هيجي بعدها اسم جمع اهو هنا برضو فعلها دائما جمع، دايما بوث فعلها دائما جمع. الطريقة الثالثة ان انا بجيب بوث اوف وبعدين هيجي بعدها لازما ضمير، لو جه بعدها ضمير لازما يكون ضمير مفعول جمع هيكون برضو فعلها جمع. دي اول حاجة. طيب الحاجة الثانية neither اهي. neither اولا دي تعطي معنى النفي. يعني اول حاجه بتدي معنى النفي يعني ايه؟ يعني ما بيجيش في جمله منفيه. طيب طريقه الكتابه بتاعتها ودي معناها نفي الاثنين يعني ولا دي ولا دي. طريقه كتابتها ان انا بقول neither اهو فصلت فاعلين، فاعل اول نصها الثاني هيكون nor وبعدين فاعل ثاني وبعدين ايه؟ طب شكل الفعل يكون اهو احفظها بقى تابع
للفاعل التاني. يعني قبل ما تختار الفعل بتاعي ابص على الفعل التاني مع نيذر. طلع مفرد فعل مفرد، طلعت جمع فعل جمع. اشهر سؤال بيجي في امتحانات ثالثه اعدادي بيقول لي نيذر اهو Alice friends جمع نور علي. ويقول لك صحح be at school yesterday. انا عندي yesterday ماضي على طول، يبقى الفيرب تو بي هيكون في الماضي. طب مفرد ولا جمع؟ سيادتك هتبص اهو، هتبص على الفعل الثاني. طلع مين الفعل الثاني؟ علي، يبقى هتبقى was اهو. يبقى اذا لما نيذر تفصل فاعلين، فاعل اول وفاعل ثاني ما بينهم نور، فعل تابع للفاعل الثاني في المفرد او في الجمع. الطريقه الثانيه برضو نيذر اهو اوف هيجي بعدها اسم جمع وبعدين الفعل دائما مفرد. طيب الطريقه الثالثه نيذر اوف لو جه بعدها ضمير لازم يكون ضمير مفعول جمع، برضو فعلها دائما مفرد. طيب الاسلوب الثالث either EITHER لها كم طريقه للكتابه؟ برضو نفس النظام 3. لو فصلت فاعلين ودي معناها لا اما دي لا اما دي، للاختيار دايما بستخدمها للاختيار. طب either فاعل اول، طب نصها الثاني هيكون ايه؟ or وبعدين فاعل تاني. طب شكل الفعل يكون تابع للفاعل التاني. طلع مفرد هيكون فعل مفرد، طلع جمع هيكون فعلي جمع. طيب either هيجي بعديها اسم جمع، هيكون برضو دائما الفعل مفرد. طب الحاجة الثالثة either اوف هيجي بعدها ضمير، بس لازم يكون ضمير مفعول جمع، هيكون برضو دائما الفعل مفرد. طيب امتى يبقى نيذر اهي تتساوى بتساوي نفي مع كلمة either؟ يعني لو انا عندي نفي اخد either هي وساعتها بتساوي ايه؟ نيذر. طيب الحاجة اللي بعد كده none اهو. none دي بيجي بعديها اسم جمع هيبقى فاعل مفرد، هيبقى اسم جمع او فعل مفرد. طب ممكن يجي بعدها كميه؟ هيجي بعدها كميه، يعني اسم لا يعد هيبقى برضو فعل ايه؟ فعل مفرد. all كل او جميع خلاص هيجي بعدها اسم جمع فعل جمع، اسم جمع فعل جمع. طب امتى اقول يكون فعلها مفرد؟ لو جه بعديها اسم كميه، يعني اسم لا يعد هيبقى كميه او اسم لا يعد هيبقى فعل هنا ايه؟ فعل هنا مفرد. مكملين مع بعض lesson 3 and 4 اللي هو ال 3 and 4 بيقول لي يسجل دخول اسمها login بتساوي كلمة sign in، يعني هي بالامريكان اسمها sign in يسجل دخول. طب تعرف ايه الفرق ما بين sign in و sign up؟ اهو sign up دي معناه يسجل دخول لأول مرة، يعني انت عايز تعمل اكونت على الفيسبوك فاول مره هتعمل اكونت هتعمل على خانه ساين اب، انما لو انت عندك اوريدي الاكونت موجود فانت هتعمل على خانه ساين ان او لوجن. طيب بيطفئ تيرن اوف، بيشحن بالكهرباء هتبقى تشارج، بيملى الاستماره فيل، كلمه المرور باسورد، هاندي كرافت تيرن اون بيشغل الكهرباء، بلاج ان بيحطها في الفيشه، انبلاج بيشيل الفيشه، ارتست فنانين، تراديشنال تقليدي جاي من كلمه تراديشن، اسيستنت جاي من الفعل اسيست، باسبورت جواز سفر، ايميل اما فعل بمعنى بيرسل بالبريد الالكتروني او بريد الكتروني، جيس يخمن الباست بتاعه بحط له الاي دي، اجين مش اجين مره اخرى، كونر اللي هو ركن او زاويه، دروب باتري اللي هي البطاريه، فورم استماره، سادن فجاه، طب فجاه بحط لها ال واي اتحولت لحال، ميت المعدن، بلاستيك، تاون سنتر اللي هو وسط المدينه، رول قاعده، ستاتيو اللي هي تمثال، وودن يعني ايه معنى كلمه وودن؟ بتساوي كلمه ميد اوف وود مصنوع من الخشب اهي، يبقى الحاجه دي على طول ايه؟ وودن، وودن صفه.
طيب بعد كده carpet اللي هي السجادة. طيب quality village قرية، shields اللي هي الصدفة أو القواقع، coast اللي هو الساحل، south جنوب، style أسلوب، jewelry المياه المجوهرات، decorated اللي هو مزين أو مزخرف، Arabic اللغة العربية، lose بيخسر، follow a rule بيتبع قاعدة، stone حجر، materials مواد خام، wood اللي هو الخشب مش wood، leather اللي هو الجلد، wool اللي هو الصوف. خلاص. طب صوفي بحط لها اي ان. woolen يعني مصنوع من الصوف هتبقى woolen بحط لها اي ان. glass اللي هو الزجاج. طيب تصريفات الافعال turn on turn it on turn it on. طب يرسل send lose lost feel يشعر felt show الباست بتاعها show الباست participle shown اللي هو بيوضح او بيعرض او بيبين sell sold. التعريفات بتاعتي what does it mean كلمة fill in complete information on a piece of paper or online يعني بيكمل معلومات على قطعة من الورق أو عن طريق الإنترنت. handicraft صناعة يدوية an object made by a person in a traditional way such as a basket وهكذا. الباسورد is special secret word that you must write or say before you can use your computer or go into a place. يبقى دي بستخدم الباسورد. turn off ان انا make a machine stop working خلي بالك stop working. طب turn on make a machine start working. طب login اللي هو بيسجل دخول اللي هي put in information so that you can use a computer. التعبيرات بتاعتي يتحدث الى talk to walk along talk about يتحدث عن شيء run around a corner يجري حوالين الناصية get a new password take someone to prison اللي هو بيرسل شخص للسجن أو بياخده send a form بيرسل نموذج be made by صنع بواسطة بيجي بعدها الشخص come in many colors بيجي بألوان عديدة a really cool new phone وبعدين in traditional designs اللي هي برسومات تقليدية walk down the road اللي هو بيمشي على الطريق. نكمل التعبيرات in different colors بألوان مختلفة feel very bad يشعر بالسوء الشديد sell in many shops بيبيع في محلات مختلفة make beautiful handicrafts اللي هو بيقوم بأعمال يدوية جميلة الشكل be famous for يعني مشهورا به be يعني ايه be اللي هو الفيرب to be يعني interested in مهتما به familiar with مشهور به follow a rule بيتبع قاعدة lose homework ما بيعملش الواجب المنزلي have a problem اللي هو عنده مشكلة earn money بيكسب فلوس. طيب السينونيم والانتونيم start equal to begin finish احفظهم كويس جدا. turn on هي switch in طب عكسهم turn off او switch off. remember equal to recognize او recall عكسهم forget ينسى. true حقيقي كلمات كتيرة بقى right correct طب عكسها false او wrong او fake. طب لوجن بتساوي start using the system او بالامريكان اسمها sign in عكسها sign out او log out. طيب colorful equal bright عكسهم plain اللي هو حاجة باهتة. خلي بالك plain ممكن بتساوي faint مش يغمى عليه بس faint برضه معناه باهت اهو. طيب الان بتحول لي الاسم الصفة wood هتبقى wooden. طيب الار اسم فاعل على طول رب هتبقى رابر اللي هو اللص. طيب الملاحظات اللغوية نبدأ ببلاج. بلاج اللي هي الفيشة بتاعت الكهرباء اللي هي الفيشة دي اسمها بلاج. طب لو حطيت الفيشة في الكهرباء اسمها بلاجن. اوكي طيب اهي بلاجن. طب حبيت اشيل الفيشة بص على طول بلاجن عكسها ان بلاج وبتحصل دايما لما يكون عندك الشاحن وتهز في الموبايل. طيب fill in بيملأ استمارة fill in with بيملأ الاستمارة بي أو بيملأ something بحاجة يعني. used to دي معناه يستخدم فيه بيجي قبلها غير عاقل خلاص برضه بيجي بعدها الفعل في الانفينيتيف انما لو بقت used for بيجي بعدها الفعل مضاف له ing. one of the خلي بالك من الاكسبريشن دي دايما لما يقول لك آية is one of the tallest girls in school خلاص. طيب لما يجي يقول لي one of هيبقى اسم جمع وبعدين صيغه تفضيل. طيب when الباست بتاعها won ودي معناها بيفوز باي شيء مادي بمسابقه بكاس ببطوله. gain
اللي هو بيكتسب شيء معنوي، يعني يكتسب معلومات، يكتسب وزن، يكتسب خبرة، يكتسب احتراما، يكتسب شهرة. earn بتيجي مع كلمة money ومعناها يكسب مالا أو المعيشة بتاعته. طيب النهارده هناخد برضو حاجة كده في الطريق اسمها الباست سيمبل أو الماضي البسيط. أولا الماضي البسيط بيستخدم ليه؟ للتعبير عن حدث بدأ في الماضي وانتهى مع ذكر الفترة الزمنية، وخلي بالك جدا مع ذكر الفترة الزمنية. بيتكون منين؟ أي فاعل في اللغة الإنجليزية هيجي معاه الفي 2 اللي هو التصريف الثاني للفعل وبعدين بقية الجملة. طب بجيب التصريف الثاني للفعل إزاي؟ عندي طريقتين، يا إما فعل منتظم أحط له دي أو الإي دي أو الأي إي دي، يا إما فعل غير منتظم يحفظ كما هو. طيب خلي بالك بقى ملحوظة أهي، عند إضافة الدي أو الإي دي أو الأي إي دي بعمل إيه؟ لو الفعل منتهي بالإي بحط له الدي بس. لو الفعل منتهي بالواي الأغنية بتاعتي معروفة إن الواي حرف ضعيف قبلها ساكن أضعف منه، تلمل ما توسع على خيب الرجبة، أشيل الاثنين وأعوض عنها بالأي إي دي. طيب لو أي فعل تاني بحط لها الإي دي عادي. طيب أمثلة لبعض الأفعال الغير منتظمة، فور إكزامبل جو الباست بتاعها went، take took eat ate، have الباست بتاعها had، sleep slept do did، drink drank make made find found. طب لو حبيت ألف الماضي البسيط عندك تو ways، يا إما بتنفي ب didn't بس أهم حاجة ترجع الفعل المصدر، أو تنفي ب never، ولو نفيت ب never بسيب ال V2 زي ما هو، بسيب التصريف الثاني للفعل زي ما هو. أحمد didn't eat pasta yesterday. She didn't work at the hospital last week. يبقى دي النفي ورجعت الفعل الثاني للمصدر. طب ازاي اكون سؤال؟ بجيب did لو سؤال بمعنى هل الاجابه yes او no وبعدين الفعل، واهم حاجه don't forget ان لازم الفعل يرجع للمصدر. طب لو هو سؤال باداه استفهام هجيب اداه الاستفهام وبعدين هجيب did وبعدين الفاعل وبعدين برضو الفعل في المصدر، وهنشرح الحاجات دي بالتفصيل في محاضره خاصه عن حل سؤال الكونفرزيشن او سؤال المحادثه. طيب ايه الكلمات الداله على الباست على الماضي؟ كلمه زي yesterday، كلمه زي last بيجي بعدها فتره زمنيه، ago بيجي قبلها الفتره الزمنيه، او in the past في الماضي، او in والسنه فاتت، او once ذات مره، او when I was young عندما كنت صغيرا. دي حكايه الماضي البسيط. طيب ايه حكايه بقى الماضي المستمر؟ الماضي المستمر دي بستخدمه للتعبير عن حدث كان شغال لما قطعه حدث تاني، يعني الحدث الاولاني كان مستمرا والسبب في قطع الحدث الثاني، ده حدث الطويل وده الحدث القصير الطارئ اللي قطع ده. طب علشان اعرف الاولاني من الثاني هنستخدم روابط زمنيه، فنشوف بس الاول الماضي المستمر. الماضي المستمر اولا بستخدمه للتعبير عن حدث حصل واستمر لفتره وانتهى في الماضي في فتره زمنيه محدده قوي، او حدث كان شغال في الماضي وفي حدث ثاني قطعوه، فالحدث اللي قطعه هو الحدث القصير الماضي البسيط، ودائما دي بيبقى الحدث الثاني. طيب الماضي البسيط ده هو بيتكون منين؟ على طول بيتكون من was اهو، بيتكون من بجيب الفاعل بتاعي I وهي وشي وإت أو اسم مفرد هياخدوا was، we ويو وزي أو اسم جمع هياخدوا where، وهيجي وراهم الفعل مضاف ل ing. I was eating the food yesterday لازم تقول at 2، لازم تحدد الفترة الزمنية. برضو في قواعد الإضافة أو السبيلنج رولز بتاعت ing، بيقول لي لو الفعل منتهي بالإي خلاص اتفقنا، والاي غير منطوقه تحذف الاي واحط مكانها الاي ان جي. لو الفعل منتهي بساكن قبل متحرك بضاعف على طول الحرف الساكن علشان ما يعملش تغيير لصوت الكلمه. طيب لا يضاعف اذا سبق الحرف الساكن بحرفين متحركين، يعني لما اجي اريد دي ريد لما اجي احط لها الاي ان جي هل اضاعف الدي؟ لا، اروح حاطط الاي ان جي عادي لان دول صوت واحد متحرك، الاي هي بس اللي اتاثرت بالاي، فبالتالي بحط الاي ان جي على طول ما فيهاش اي مشكله. لو الفعل منتهي بالاي اي بحولها لواي وبعدين اضيف الاي ان جي. طيب حاله النفي هنفي بدل ووز هتبقى wasn't، بدل وير هتبقى weren't، وبرده عندي الفعل مضاف له الاي ان جي. he wasn't playing tennis yesterday morning، يبقى هو ما كانش بيلعب. طب علشان اكون سؤال بجيب was ويل والسؤال بمعنى هل وبعدين الفعل وبعدين الفعل بتاعي في الانفيرت مضاف له الاي ان جي. طب لو بأداة استفهام هجيب was او where وبعدين الفعل وبعدين برضه الفعل بتاعي مضاف له الاي ان جي. طب لكل زمن في مجموعه من الكي ووردز. ايه الكي ووردز الداله على الزمن؟ دي كلمه في الماضي بس اهم حاجه تكون معاها فتره زمنيه محدده. yesterday مع وقت، يعني yesterday at 7 o'clock، yesterday at 8 o'clock، yesterday from 7 till او to 9. last week مع يوم، last night مع time برضو، او روابط زمنيه علشان اعرف الاولاني من الثاني من الحدث اللي قاطع من المقطوع بستخدم while وas وجاست as مع بعض، او when. اوكي طيب
تعالى هنا بقى، احنا عاملين الرسمه بتاعت الروابط. طيب احنا بنتكلم لو حدث كان شغال في الماضي وحدث تاني جه قطعه، انا محتاج رابط علشان اعرف الاولاني والتاني. ايه اهم الرابط الموجود عندي؟ وايل واز وجاست از اهي. طب شكلها عامل ازاي؟ بيجي بعدها ماضي مستمر دائما اللي هي فاعل وبعدين واز وير بلس الفيرب بلس الاي ان جي، والجمله الثانيه الماضي البسيط. طيب بس ما تنساش ان في كوما ما بينهم، لازم يكون عندي الكوما اهي. ودي لو حدث قطع التاني. طب لو الحدثين حصلوا بالتوازي، مفيش حد قطع التاني وحصلوا في نفس الوقت، يبقى وايل واز وجاست از هتيجي بعدها ماضي مستمر كده كده، وبعدين الحدث التاني اللي ما قطعهوش ماضي مستمر زي ما هو. يعني ايه؟ while I was doing my homework، وانا بعمل واجب المنزلي my brother was watching TV، بتفرج على التلفزيون، مفيش حاجه قطعت التاني. طيب بيقول لي لاحظ ان مهم جدا لازم تعرف ان عدم وجود اي فعل بعد اي رابط بعوض عنه بالفعل المضاف له اي ان جي. طب ممكن وايل احط مكانها during، بس during لها شرط واحد، لازم يجي بعديها اسم، ما ينفعش يجي بعديها فعل ولا اي حاجه. طيب هنا وين بقى؟ بيجي بعدها ماضي بسيط وبعدين ماضي مستمر. ممكن يجي برضه تربط ماضي بسيط مع ماضي بسيط، مفيش اي مشكله خالص. طيب اخر كلمات موجوده عندي في اخر درس بنتكلم عن اول حاجه طلب او يطلب، اسمها اوردر، ولها معنى تاني بمعنى بيرتب برضه اسمها اوردر. بعد كده يشكو كومبلين، شكوى كومبلينت. ماكينه ماشين، مقاله نقديه او مراجعه اسمها ريفيو، انك انت بتقول رايك في المنتجات. جولاري بوكس اللي هو صندوق مجوهرات. ايميل بيرسل بريد الكتروني. كول بيتصل او بينادي على شخص. سورس اللي هو مصدر. شوب كفعل بمعنى يتسوق او نوم بمعنى محل. سيلر اللي هو بائع. يوزر اللي هو مستخدم. اجري اللي هو يوافق. تايتل اللي هو عنوان. كويك اللي هو سريع. ميكس اب بيخلط حاجه بحاجه. سيل فعل بمعنى يبيع. كروس اللي هو لا اما يعبر لا اما صفه بمعنى غضبان. كاربت اللي هي سجاده. بروس اند كونز اللي هي مزايا وعيوب. يعني لما اجي اقول لك ايه مزايا وعيوب التراديشنال شوبينج اللي هو الطريقه التقليديه للشراء، او الاونلاين شوبينج اللي هو التسوق عبر الانترنت، كل حاجه منهم لها بروس اند كونز. بوينتس اللي هي نقط، وبعدين تكست اللي هو النص. طيب نكمل. trusted شيء موثوق به. برودكت اللي هو المنتج. سايز اللي هو مقاس او حجم. كاستمر اللي هو زبون او عميل، بتساوي كلمه باير، يعني دي بتساوي على طول باير اللي هو المشتري اهو. اوكي. طيب تعالى هنا تاني نكمل. explain بيشرح. electronically اللي هي الكترونيا. role play اللي هي لعبه تبادل الادوار. delivery company شركه توصيل. call back يعاول الاتصال. اونلاين عبر الانترنت. shopping اللي هو التسوق. describe اللي هو معناها بيصف. طيب تصريفات الافعال مين يعني او يقصد. mint send sent sent. ياخذ take talk taken. say said keep هتبقى kept. طيب what does it mean كلمة email؟ to send a message electronically، ان انا ببعت رسالة بطريقة الكترونية. طيب call back return a phone call بيرجع تاني يعود الاتصال. order when a customer asks someone to send or bring something for them، دي معناها order اللي هو الطلب. complaint اللي هي something you make when you are unhappy about something، وخلي بالك دي من دي قوي لانها بتيجي كتير جدا في الامتحانات. الاكسبريشنز اللي عندي يتفق مع someone مع شخص. agree with هديه لي as a present for. it doesn't work انها لا تعمل. it's broken يعني معطله. ask for اللي هو يسال عن. wait for ينتظر لي. oh dear دي لفظ بيتقال عن الازعاج او الضيق. explain the problem اشرح المشكله. try not to get angry حاول انك انت ما تغضبش. unhappy about غير سعيد بشأن او بخصوص شيء. think about وبيفكر في موضوع او شيء. call back اللي هو يعاود الاتصال. sorry about اسف بشأن. I'm still waiting ما زلت انتظر. work for يعمل لصالح. order an item بيطلب سلعه سواء بيطلبها بقى اونلاين طبعا. keep calm يظل هادئا او يحافظ على هدوءه. get angry بيغضب. make a complaint بيقدم شكوى، وبعدين answer a complaint بيرد على الشكوى. ما ننساش السينونيم والانتونيم بتاعي. كلمة happy equal to glad أو pleased في أكثر من لفظ للتعبير عن السعادة. طيب غير سعيدة تبقى unhappy أو sad the same meaning. seller اللي هو البائع بتساوي كلمة shop assistant أو trader bird أو merchant. طيب عكسهم customer أو client أو أهو نسويها كده
buyer buyer اللي هو المشتري. طيب تعال نكمل يلا. positive ايجابي بتساوي كلمه good او helpful، عكسها نيجاتيف سلبي. beautiful جميل الشكل بتساوي كلمه nice او pretty، عكسها horrible اللي هو فظيع. طب هنا بيقول لي بتدي عكس الصفه تماما. happy هتبقى unhappy. طيب ان انا ممكن اجيب التصريف الثالث للفعل اضيف له الاي دي بيديني صفه، يعني trust يثق، trusted موثوق بيه. التي بتحولها لي الاسم complain يشكو، complaint اللي هي شكوى. الاي ار اسم فاعل على طول يبقى يوز هتبقى يوزر. الواي بتحول لي الصفه، خلي بالك في فرق ما بين واي بس، في فرق ما بين ال واي دي حال او ظرف، وفي فرق ما بين التي واي دي اسم. لا انا عايز الواي بس، الواي بس زي كلمه نايز هتبقى نايزي. وبكده حبايبي الحلوين خلصنا يونت 2 من منهج ثالثه اعدادي. ان شاء الله بس احنا حكايه الحل وكده هنتكلم ان شاء الله في الحل، هنحل من بنك اسئله هيضم كل الامتحانات السابقه، هيبقى فيها كل حاجه، يعني ان شاء الله مش هنسيبك لو انت مقفل الماده 30 من 30. باي.